عمرك فكرت إنك ممكن تكون بتأجل أهم قرار في حياتك؟ القرار ده ممكن يغير مستقبلك في الدنيا وفي الآخرة. في ناس بتقول لسه صغير، أو في ناس بتقول لسه بدري على الالتزام. بس خليني أسألك، هو إمتى الوقت الصح؟ كتير مننا بيعيش في دوامة اسمها هبدأ من بكرة. بكرة هصلي، بكرة هبطل المعصية ديت، بكرة هتوب. بس بكرة ده عمره ما بيجي. عارف ليه؟ لأن الشيطان مش محتاج يخليك كافر، هو بس عايز يخليك تأجل حاجة هتخليك أفضل أو أحسن في حياتك. تفتكر الناس اللي ماتت فجأة دي كانوا مستنيين لحظة معينة، ولا كان بيخططوا يلتزموا لما يظبطوا حياتهم؟ الحقيقة المرة إن الموت ما بيستأذنش. طب ليه بنأجل؟ بنخاف نتغير، أو شايفين الالتزام صعب؟ هقولك الحاجة، ربنا اسمه الغفور، وقال تعالى: كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني مهما كانت ذنوبك الباب لسه مفتوح، بس لحد امتى؟ ابدأ دلوقتي حتى لو بخطوة بسيطة. صلي ركعتين، ابعد عن ذنب واحد، حتى لو تسمع درس ديني مثلا واحد بس في اليوم. ابدأ دلوقتي، ما تستناش حاجة، لأن خلاص ما عادش في وقت. العمر بيعدي بسرعة وانت لسه عمال تأجل، وهتفضل تأجل ومش هتعمل حاجة. وأتمنى أكون فدتكم بحاجة بسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.